أي ولد طلع ونشر فيديو وقال إنه مثلا تسابيح دي البنات بنتاخدوها عشان بيغيروا منها، راجع دينك كويس. يغيروا منها في شنو؟ مثلا بنات كلين، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق زول شين، لو من ناحية الجمال كتار بنات ما شاء الله عليهم، يغيروا منها في شنو؟ يعني هي كونها طلعت اتبرجت عصت الله سبحانه وتعالى وباعتبارها سافرة متبرجة الناس بتنصحها عشان مصلحتها. وانت كان زول مسلم ومتمسك بعقيدتك بجد، لاحظ الصور بتاعتها اللي انتشرت دي بترضي انسان مؤمن؟ الله سبحانه وتعالى امرها انها تلبس كده؟ قال لها انه مثلا اذا اضطريت ان ترفع راس بلدك امشي عريانة؟ حلل لها بحلال حاجة دي؟ وانت اللي بتتكلم وبترفع فيديو بتقول البنات يغيروا منها، بكرة لو مات الصورة دي حتحذفها انت من تلفونات الناس؟ حتشفع عليها؟ يا زول بيدعمها وبيخلي الناس تدعمها على الحاجة دي، انت مسؤول من الحاجة دي امام الله معاه، ما هي بران مسؤولة. يا زول بيدعم الغلط هو كمان مسؤول منه. سيدنا آدم زمن ربنا غضب عليهم هو وحواء نزلهم من الأرض وكشف عنهم سوءتهما اللي هو العرى. فالمرأة الكاسية العارية دلالة لغضب الله عليها، دي حاجة مذكورة في الدين ما جبناها من عندنا. فكونك انت تأيد البيت دي وتقول لها انه مثلا رفعت راس السودان والبنات، وانا عارفة انه بيت حتدعلق لي ما في وبيت حتتابعني ما في، لكن دي الحقيقة. كل كان ربنا يوفقك وفرحنا لك، انت بعدين بتشفعي ليا، وروها الصح. بكرة لا قدر الله لو ماتت حتلفي تلفونات الاولاد ديل كلهم تحذفي صورها، حتفتشي الفيديوهات في المنصات كلها حتحذفي لها الفيديوهات حقتها دي اللي هي طالعة فيهم بمنظر زي ده. ما منظر مسلمة. تسابيح لو كانت طالعة عاملة حاجة كويسة، حاجة يعني بتحترمها هي كزولة مسلمة وهي بكامل زيها الإسلامي، أنا أول واحدة كنت بأيدها، أول واحدة كنت بأيدها من أي ناحية، كنت حكون أول الواقفين معاه. لكن مستحيل يجي يوم وآيد زول على معصية، مع انه نحن اسياد الذنوب وكلنا بنغلط، اي زول مسلم على وجه الارض بيغلط، لكن ما يعني حاجة زي ده انا ما بساعد فيها. حاجة زي دي مستحيل انه انا اساعد ابن ادم انه ينشر صوره بمنظر زي ده وعلى اساس انها تشارك في برنامج زي ده وهي مسلمة، يعني من رحمنا مننا وفينا سودانية. فيجي واحد يقول لك البنات بغيروا منها، يغيروا على شنو؟ ولاقاني فيديو واحد بيقول لك بيغيروا منها عشان وزنها. اول حاجة الوزن ما مقياس لجمال بيت، اي بيت ربنا خلقها بهيئتها المخلوقة بها. تاني شيء كونه مثلا اللغات، يعني كثير من البنات بيدرسوا في جامعات اصلا اللغة الرسمية اللغة الانجليزية، اغلبية الناس قاعدة في دول اللغة فيها اللغة الانجليزية، ما بتعني ثقافة. اذا انت قاعد في السودان وشايف انه مثلا انت بتتكلم لغة انجليزية كده انت خلاص اوفر، معنى الناس دي كلها اوفر، لان اللغة الانجليزية زيها وزي اللغة العربية في النهاية سبجك الناس بتتكلم بيها وبتمشي حياتها. فاي نجاح انتوا بتتكلموا عنه؟ كلكم مسؤولين. اي زول ساعد على نشر صورة بالمنظر ده انت مسؤول، اي زول دعم ساعده انت مسؤول. عمرنا الحمد لله تربينا وسط اهلنا ما بزول حيحسد زول في حاجة، لكن عمري انا واحدة من الناس ما بدعم لي زول في حاجة غلط، مستحيل. يعني لو الدنيا دي كلها بقت معاها انا حاكون براي، مستحيل ادعمها في حاجة حرام وحاجة غلط. لا قدر الله نحن ما كلنا بنغلط وبنتوب، بكرة الزولة دي قررت انها تتوب وتصلح في نفسها حتحذف من منو تخلمنا؟ الفيس كله تسابيح 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 كله، حتى التيك توك هنا، الانستغرام، يوتيوب، اي مكان. انا بعدين اذا قررت مثلا ربنا هداني ودايره اتوب احذف الصور دي، كيف احذفها كيف من الناس وهي انتشرت بكمية زي دي؟ لا قدر الله انه متي بس بالحاجة دي حتستفيد شنو؟ من قولي شلت اللغب ومتي حتستفيد شنو؟ وإذا نحن الدراسات الجامعية الشهادات الجامعية تقري طب، تقري هندسة، تقري أي مجال إن كان، بتشيلي شهادتك أول ما تموتي شهادتك بتكون قاعدة في البيت، غير القرآن والدين شي بيمشي معاك الغبر ما بالك إنه كمان لغب ملكة جمال عالم وعارية وكاسية. وأي زول بيقول إنه بيحترض على إنه بغير منا، أنا أول واحدة معترضة.
اول وحدة محترضة وما بدعمها في الحاجة دي اطلاقا نهائي، حتى لو كنت انا براي انا ما حدعمها في حاجة غلط. وهي زي اختي، بتمنى الله يهدينا ويهديها ويصلح حالها ويصلحنا كلنا يا رب، بس هي اللي بتعمل فيه غلط.